الوقفه الاحتجاجيه اللي كينظمها الاتحاد المحلي الفيدرالي الديمقراطيه للشغل بخنيفره هذا اليوم كتجي في اطار استكمال الوقفات الاحتجاجيه اللي خديناها منذ مده دفاعا على الحقوق المشروعه للمأجورين. والمأجورين هنايا هما حراس الامن المدرسي العاملين بالثانوي التأهيلي بنيابه اقليم خنيفره. كتجي هذه الوقفه من بعد ما لمسنا بان هناك استهتار كبير من طرف المسؤولين على شركه تارجت في عدم صرف اجور العاملين لدى الشركه. طرقنا الابواب ديال النيابه الاقليميه لمرات متعدده ونظمنا وقفات احتجاجيه امام مقر العماله لمطالبه السيد عامل الاقليم بالتدخل لدى الشركه ولدى النيابه من اجل الافراج على المستحقات والاجور ديال العاملين لدى الشركه. الا انه وجهنا ونواجه دائما بنفس الاساليب وبنفس التسويف والمماطله اللي ولفات هذه الشركه انها تعامل بها معنا ومع العمال اللي خدامين معها. اذا اليوم طلب لكم الحوار نقف اليوم. الان انا خرجت من اللقاء مع الكاتب العام، الرساله موضوعه مده باش تجتمع اللجنه الاقليميه للبحث والمصالحه. الان اخبر بانه الاجتماع كاين غدا مع رب الشركه ومع الممثلين العمال اللي هما النقابه وبعض ممثلي المأجورين لدى هذه الشركه. اخبرت الان انا خارج يلا تو من العمله، اخبرت بان اللقاء غيكون غدا مع 3 ديال العشيه هنا في مقر العمل. نامل انه نلقاو حل قبل ما غادي نوليو مقبلين على خوض اشكال نضاليه اكثر ضراوه واكثر قساوه. وشكرا.